عندما قرر المتضامن النرويجي إريك سكار أن يزور فلسطين ويدرس فيها، اكتشف أول صدمة في حياته، فما كان يعرفه في النرويج عن الاحتلال يختلف كثيرا عما شهده على أرض الواقع. إريك الذي أنهى دراسته الماجستير في المقاومة الإلكترونية الفلسطينية وأعد كتابا عن حياة الفلسطينيين ونقله إلى النرويج، دعم المقاومة الشعبية السلمية بكافة أشكالها، وكرس حياته وكل ما رصده منذ أتى فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. بعد ما رجعت على نرويج يعني صرت عضو في لجنة الفلسطين في نرويج، وكنت أشتغل ضد الاحتلال في نرويج. بدنا نخبر النرويجيين الوضع، بدنا يعني نتغير الفكرة لحكومتنا، بدنا يعني مقاطعة على إسرائيل من النرويج، وهذا شغلنا. يأتي هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في وقت كثف فيه المتضامنون الأجانب الذين قدموا من كل دول العالم دورهم في مناصرة ومساندة ودعم الشعب الفلسطيني. فكما وقف المتضامنون درعا في حماية الرئيس الراحل ياسر عرفات أبان محاصرته في مقر المقاطعة برام الله عام 2002، وكان لهم دور فاعل وضاغط على بلدانهم في مقاطعة بضائع الكيان. يسعون الآن ومن خلال انضمامهم إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية توثيق كل ما يجري في القرى التي تخرج بمسيرات أسبوعية ضد الجدار في محاولة منهم لمساعدة الفلسطينيين هناك استرداد أراضيهم في المحاكم الدولية. الرواية الفلسطينية بمساعدة الدوليين قد تحققت في أوساط عدد كبير من المجتمع الدولي، واليوم هناك استطلاعات في أوروبا تؤكد بأن إسرائيل من أخطر الدول على الأمن العالمي. قرى عديدة كبلعين ونعلين والنبي صالح والمعصرة وكفر قدوم ينظمون وقفات احتجاجية في اليوم العالمي للتضامن، يدعون فيها الأمم المتحدة اتخاذ خطوات جدية للتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، فهي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية إنسانية تشغل كل من يملك ضميرا حيا. في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد المتضامنون الأجانب على أحقيتهم في نقل الصورة الحقيقية إلى بلدانهم بما يجري من انتهاكات وقتل وجرائم يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويشددون كما الفلسطينيين على أن الأمم المتحدة التي وضعت هذا اليوم عليها الالتزام بالاتفاقيات تجاه الشعب الفلسطيني. رغد عتمة، فلسطين اليوم، رام الله، فلسطين المحتلة.